بعد عودة الهدوء نسبيا، رفعت السلطات العراقية حظر تجول الذي فرض بعد أعمال عنف ومظاهرات شهدتها مدينة كركوك العراقية تخللتها اشتباكات بين متظاهرين أكراد من جهة والمشاركين في اعتصام العرب والتركمان من جهة أخرى. وأعلنت قيادة شرطة محافظة كركوك فتح جميع المنافذ أمام حركة المركبات. وفي ضوء ما جرى، دعا رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني إلى تشكيل لجنة تحقيق وفرض حظر تجول لمنع توسع الاحتجاجات. وقد اندلعت مواجهات بين متظاهرين من العرب والتركمان وبين آخرين أكراد على خلفية اعتزام الحكومة العراقية تسليم مبنى قيادة العمليات الأمنية للحزب الديمقراطي الكردستاني الذي كان موجودا في المبنى حتى إخراجه منه عام 2017. واحتجاجا على قرار الحكومة، اعتصم متظاهرون عرب وتركمان أمام مقر قيادة العمليات وقطعوا طريق أربيل كركوك السريع. وعلى إثره أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق أمرا يقضي بإيقاف إجراءات تسليم مقر قيادة العمليات المشتركة في كركوك إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني، وذلك إلى حين حسم الدعوى المقامة بهذا الخصوص من قبل رئيس تحالف العروبة في محافظة كركوك حول عائدية مبنى المقر، إذ يمتلك ذلك التحالف وثائق رسمية تشير إلى عائديته إلى وزارة المالية وليس للحزب.